في محافظة شبوة يتمتع معمر يمني تجاوز عمره 140 سنة يتمتع بصحة جيدة. تفاصيل في التقرير الآتي. يا ليلى يا مغداز اليوم. في محافظة شبوة وبالتحديد في مديرية عسيلان يعيش داخل هذا المنزل أكبر معمر يمني تجاوز عمره 140 عاما ولا يزال يتمتع بصحة جيدة. هذا المعمر يدعى هادي أحمد بن أحمد دعمك، وهبه الله عمرا مديدا استطاع من خلاله معاصرة أحفاده وحتى الترتيب الخامس. أنا هادي من أحفاد الحاج هادي أحمد دعمك، وهو أنا من الدرجة اللي تعتبر الثالثة. الجد هادي الذي ما يزال يحتفظ بقواه العقلية والذهنية تزوج من 6 نساء خلال مشوار حياته، فالخمس السابقات عاش مع كل واحدة عقودا من الزمن حتى تصل إلى مرحلة الشيخوخة ويتوفاها الأجل فيتزوج من امرأة أخرى. كده ثالث رابع صفة اللي جزعت على راسي على بن نصر وعلي حصيان وعلي حصيان سعيد بن علي قد هو من عيالي. ويبلغ عدد أحفاد وصغيرات هذا المعمر 180 نسمة يتوزعون في مناطق يمنية عدة، والبعض منهم يقيمون في دول الخليج العربي. أجياله وأولاده يتزايدون عن 180 أو 200. ومن صفاته التي عرف بها البساطة والمرح وصلة الرحم وقلة الغضب والهدوء والمحافظة على العبادات الدينية. ما يميز هذا الإنسان الذي عاش في 3 قرون من الزمن هو التزامه بتناول الأطعمة الطبيعية والمشروبات الطازجة كحبوب الذرة والشعير الصيف والبر البلدي، مع تناول لبن الإبل والماعز وزيت السمسم دون غيرها من الأغذية المستوردة والمعلبة.